علمي شيء ولا يوجد سؤال. يقول إذا كان الجواب عزيزي، كل رواية ثبت أنها موافقة للقرآن نقول مضمونها صحيح. نعم، لو سألنا سائل هذه الرواية صدرت من الإمام أو لا، نقول لعلها صادرة ولعلها ليست صادرة، لأن الرواية ما هي ضعيفة السند، لعله هذا الوضاع وضعها وكانت منسجمة مع القرآن، ولعله لا سمعها ولكن الراوي كان ماذا غير موثق. إذن لا ندعي الصدور من المعصوم أو النبي، وإنما نقول أن الرواية مضمونها ماذا صحيح، وصحة المضمون شيء وصحة الصدور ماذا شيء آخر. أما الأخ عزيز نبيل من العراق، خذ سؤال هل هناك أم كلثوم وهل هناك زواج؟ أعزائي، بيني وبين الله أنا من أولئك الذين ما أريد أدخل في هذا البحث، أعتبر هذه من رواياتي المخترق، الروايات التي اخترق بها الموروث الشيعي. تقول سيدنا موجودة في البحار، موجودة عند المفيد، موجودة عند فلان وفلان. أقول ثم ماذا؟ الآن ثبتت لكم بأنها روايات موجودة عند كعب الأحبار وإجتنا أنا. من وضعها؟ أنا أقول لك أولئك الذين كانوا يريدوا يعطون ماذا؟ شرعية لمن؟ للصحابة، كانوا يريدون يقولون ماكو خلاف بينهما، إذا انظروا زوج بنته 15 سنة ما أدري صغيرة كبيرة، زوجها لمن؟ زوجها للخليفة. إذا أكو مشكلة أو ماكو مشكلة. وهذا رد على المتطرفين في الرواية. أحسنتم، جزاك الله خيرا. هؤلاء الذين يقولون الرواية فليقبلوا بها. أحسنتم إذا وردت في الكتب المعتبرة. الذي يقول تصحيح يريد أن يصحح مثل هذه الرواية. أحسنتم عزيزي. إذا أنا أعتقد أن هذه من الروايات التي اندست في تراثنا الشيعي.